يحكيوا على راجل فقير ساكن هو ومرته في بيت صغيرة في طرف البلاد، ومكسوب نعجات يخرج كل يوم يرعى بيهم ويروح. هذيك هي خدمته وهذاك هو رزقه. وساعة لساعة يجيبوا للناس غنمهم بالكرا، ولا واحد يشري كبش العيد وما يلقوش وين يحطه، هاو كي يجيبهوله يحطه عنده لين نهار العيد ويعطيه ريال ولا زوز. وما فما شكون اللي ياخو عيده قبل العيد بعام ولا 6 شهور. يبدأ رخيص، خاطر الكباش كل ما يقرب العيد كل ما تغلى في السوم، وكي يشريه ما يلقاوش وين يحطه. والمرأة زادة ما تخليهوش، شكون باش يلها بيه؟ يولي يجيبوا الخون الراعي يخليه عنده حتى لين يجي العيد. والراجل ما قلنا قليل مكسوب نعجات، يقول أنا بطبيعتي نرعى كل يوم ما يقلقنيش. وفما اللي تلقاها معاه كريم، وقت اللي يجيب له الكبش يقضي معاه شوية قضية، يعبي له القفة شوي مقرونة على شوي بطاطا دبوزة زيت وزيد يمد له 2 ريالات. وفما اللي جيعان في كرشه ما يجيب له شيء، وزيد ما يخلصوا في هكا 2 ريالات إلا ما يفددوا. وهو ما قلنا ساكن في طرف البلاد، ترسيله كل يوم يمشي بعيد باش يلقى المرعى الباهية، وكل يوم مرته تحضر له طرف بسيسة يهزها معاه، خاطر هو يخرج من الصباح وما يروح كان قريب المغرب. وهي الحقيقة مرته ما هيش عاجبتها الخدمة اللي يخدم فيها، والمسكينة زادة فادة من تنظيف الغبار وكرهت الغنم جملة. وديما تقول له يا راجل راك مزلت صغير ومزلت بصحتك والحمد لله، علاش تمرمد فيا وتمرمد في روحك؟ شوف خدمة أخرى ولا بيعهم هالنعجات وحل حانوت خير. هالصنعة هذه ما يخدموها كان الشيابين الكبار. ولكن هو راكب راسه وديما يقولها لوجت على خدمة وما لقيتش، ويقولها كانك متكبر على خدمتي، راهي هذيك هي اللي توكل فيك في الخبز. ولكن هو زاد في قرارة نفسه مش عاجبه الوضع، غير ما عندوش حل آخر. هذيك هي الصنعة اللي نجمها. وعلى كل حال هو راجل قنوع ومرتاح مع نفسه. أي يا سيدي، نهاره هو خارج الصباح قصد ربي، يلقاه الجو باهي والطقس صافي. قال خليني نبعد شوية اليوم بلفشي نلقى مرعى باهية. وازم على ذاك الأمر وبعد برشا حتى لنوصل لي البلاصة عمره ما وصل لها قبل. يشوف في جبل قدامه، قال لو كان نطلع جبل هذايا يبان أخضر من بعيد، العشيش فيه راهو أطول مني، وجبل عالي ما يوصلوا حد، وما فما حد قبل يرعى فيه، خلينا نمشي نشوف. أي قصد ربي والنعجات يمشيو قدامه وهو يغني وطالع مع جبل هذاك. لين وصل البقعة يلقاها تقول قط عام الجنة، الدنيا الكل خضرة قدامه وعين ما سايلة مع الجبل، والمنظر فيها يرد الروح. قال هذه هي البلاصة اللي نحلم بها، ولو كان توافق المرأة عندي لما نجي أنا وياها ونعدوا أيامات هنا. خلي تجي تشوف عجب ربي في خلقه وتتفرهد، خير من اللي نهار كامل وهي محبوسة بين 4 حيوط. ولكن هو يعرف اللي هي ما هوش جوها الشيء هذايا. وعلى كل حال هو سكت على نفسه ورجع يغني، والنعجات سارحين فيها المرعى، وحتى هما أول مرة زاد يشوفوها الخير هذايا الكل. هيا يقعد شوية، هو مرة يغني ومرة يتحدث هو والنعجات ويسألهم ساعات يا أخي عجبتكم البلاصة الجديدة؟ وكي يقلق اقعد وجبدك طرف بسيسة وبدا ياكل. وهو هكاكا يشوف في حجرة في الجبل تقولش عليها باب منحوت. قال خليني نطلع نشوفها، بالك نلقى فيها دار قديمة شكون يعرف، ونولي كل يوم نجي ونقيل فيها. هيا بدا يتشعبد ومرة يطيح ومرة يزلق، لين وصل للباب هذاك يلقاه منحوت في الصخر ومنقوش ومزخرف. اقعد باهت في عجب ربي، اقرب منه اقعد يتلمس فيه، لين جات ايده على واحدة من نقوش وبدا هيك الباب يتحرك وحده ويتحل بشوية بشوية، وظهر وراه مدخل ما تعرفش قعره وين. هي دخل الراعي وهو خايف ومتردد، وفي الأول ما كانش يشوف في شيء، ولكن كي تعودت عينيه على الظلام ولا يشوف، وكمل مع هاك الطريق لين يلقى غرفة معبية بالذهب واللويز والمجوهرات والياقوت والشيكوم للسقف. وطاح المسكين في بلاصته من الفرحة،
وهو يقول هالنهار السعيد اليوم وعلى شكون تصبحت. قعد شوية وهو طايح ومصدوم، وكيف فاق من دوخته قام وبدأ يفرز في هيك الشيء اللي قدامه وهو يضحك ويغني، وساعات يخطف حملة من الوز ويرميه الفوق وطابط عليه وهو يضحك، وفي الآخر ارمى روحه على هيك الذهب الكل ورقد وبدأ يحلم عاد كيفاش باش يعمل. ومنها قعد وقال أنا توا راعي وكيفاش نهز الشيء هذا الكل وين باش نحطه، وزاد كيفيقوا بيا العباد ايش باش يقولوا وقتها، منين ليه الراعي هذا ومنين جاه هذا الكل، وما هو عنده مخلة يحط فيها الماء والبسيسة، قال نعبي فيها شوية ونهزه معايا. ولكن اتذكر مرته ونسامة هم ينجموش يكتبوا السر، تو تتفضح الحكاية في البلاد الكل ويمكن توصل للسلطان ضربة واحدة. ومنها قال أنا هاني عرفت البلاصة وتوا نرجع. هيا سيدي ساق هكا النعجات قدامه ورجع للدار. المرأة شافته تعجبت وسألته يا أخي شبيك روحت بكري اليوم ماهوش من عوايدك؟ قالها يا مرأة يظهر لي الكلام اللي تقول لي فيه ديما صحيح، أنا قررت باش نبيع النعجات ونمشي نحل حانوت. قالت له وهي تضحك وكي سبة غيرت رايك؟ قالها قعدت بيني وبين نفسي وحسبتها ولقيت الحل الوحيد اللي باش يخرجنا من حالتنا هو اني نشوف حاجة اخرى. ومن غدوة هز نعجات للسوق باعهم وبدا يروج على حانوت في السوق، وهو بطبيعته ماهوش باش يخدم فيه شيء غير باش يغطي هالخير اللي لقاه من كلام الناس. اقعد نهار كامل وهو يلوج لين جابه ربي في الصواب ولقاه حانوت، ولكن ولسوء حظه الحانوت كان بجنب قصر السلطان بالضبط. وقال في نفسه توا أنا جيت وحليت بحضر السلطان وكيف يقبي اللي عندي الكنوز هذيك الكل ويحطني في الحبس ولا يقص لي راسي. ومنها ويقول تسيب عليك يا راجل ويزيك من الخوف ومنين باش يعرف هو. ومنها سكت وقال ولكن أنا توا شنو باش نحل في الحانوت الممحونة، أنا ما نعرف شيء وما عنديش سمعة. قال أسأل حاجة نجيم شوي ليمون وتعصره لي المرأة في الدار ونبيع وانا هوني وكهو بلا تعب ولا شقاء، ونخدم ساعتين في النهار ونروح نشد داري، وبعد شهر ولا زوز نبدأ عاد نجبد من هكا الخير ونصرف. ومن حينه مشى للخضار شرى صندوق كامل ليمون وقال لها يا مرأة شدي عسر نحبك تعسره لكل وتعبيه في دبابز. قالت له شنو هذا؟ قالها راني لقيت حانوت باش نبيع فيه الليمونادة. المرأة تصدمت وقالت له شنو يا رجل ما لقيت كان الخدمة هذه؟ قالها وهو كشاك شو ظهره هي عاد باش تمشي تعمل اللي قلت لك عليه ولا نرجع نجيب النعجات. وهي ما صدق ربي وباعهم وارتحت منهم. قالت له يا سيدي اللي تعمله وانت مبروك. هي من غدوة حضرت له دبابز الليمونادة وحطهم في الصندوق وقصد ربي. هي وصل للحانوت عمل طارمة ورصف الدبابز عليها وقعد. ولت العباد الكل تجي تشري من عنده وعجبهم العصير اللي بيع فيه، وحتى الحراس متاع القصر ولا وحتى هم يجوه كل يوم ياخذوا من عنده، وما هو واحد يوصل الواحد لين وصلت الحكاية للوزير، وحتى هو ولا يبعث فيهم يشري له منه. وزاد سمع السلطان من الوزير قال ترى خان ذوق، وعجبه زاد ولا يشري منه حتى هو. ومنها قالهم جيبوا لي هاللي بيع في هذا نحب نشوفه ونحكي معاه. وبعث له الوزير قال له السلطان يحب يقابلك. مشى مسكين وهو العرق يصب عليه ويلوم في نفسه العملة الكلبة اللي عملتها في روحي. توا السلطان عرفوا الكار نتاعي وكان باش نجبد من رزق باش يقول لي منين ليك هذا الكل، وقتها وش باش نقول له أنا؟ هيا وقف قدام السلطان قدم موخر واعطاه كار السلطانية. خزر له السلطان وقال له انت مولا العصير البنين هذا؟ قال له ايه يا سيدي؟ قال له يعطيك الصحة، ملا عصير وملا هو. اسمعني نحبك كل يوم صباح تمرق علي أنا قبل ما تبدأ تبيع وتجيب لي زوز دبابز. قال له حاضر يا سيدي. وخرج الراعي وهو يضرب في روحه بالكف ويلوم في روحه على دبارة الحانوت. ومن غدوة ولا قبل ما يحل الحانوت يمرق على القصر يعطي للسلطان زوز دبابز عصير ويمشي على روحه. ونهار في الليل وهو يخمم بينه وبين نفسه قال توا أنا عالش ما نحطش حاجة في العصير اتبدل له مطعمه ويولي يكره السلطان وما عادش يشري مني، وأنا نزيد أيامات ونسكر أمه الحانوت ونهرب من البلاد جملة. وفي الصباح قال لمرته يا مرأة عندك شوية كمون؟ قالت له عندي. والويه اش تعمل بيه؟ قال لها شد زوز دبابز ليمون وحط فيهم شوية كمون
اتصدمت المرأة وقالت له: يا راجل راهو يولي ما عادش يتشرب. قالها: توا باش تعمل اللي قلت لك عليه ولا نرجع نجيب النعجات؟ هي عملت اللي قال عليه، وتعدى هو كالعادة على القصر باش يعطي العصير للسلطان، وكان يزرب في روحه باش يخرج فيسة، لكن السلطان قال له: استنى. وهزت بوزة منهم وشرب منها، يلقاها طعمها ما يتشربش. قال له هو متغشش: شنو هذا؟ شبيه هكا يا أخي، حطيت في حاجة اليوم؟ الراعي بدا يرجف ويتمتمت ويقول له: هذيك تلقاها مرتي غلطت، باش تحط سكر حطت ملح، سامحني يا سيدي، توا نقولها ترد بالها المرة الجاية. وطيش عليه السلطان دبابز وقال له: غدوة لو كان تجيبهولي طعمه كيما هكا لما نرميك في الحبس. وخرج الراعي يجري ووصل الحانوت وهو يرجف، وقعد يخمم إيش باش يعمل. ومنها قال: توا أنا علاش ما نجيبش صانع يخدم في بلاستي ونمشي أنا نعمل حاجة أخرى، ولا نرجع للمغارة ونجبد منها شوية، مش خير؟ ومن غدوة بدا يدور على القاوي يلقاش حد يشد بلاستو، ما لقى حد. ثم واحد جزار بجنبه قال له: هاو فما ولد يتيم ديما يدور مسكين، ما عنده حتى وين يرقد، ايش قولك نكلمهولك وتجيبه يخدم معك؟ قالوا: توا انا جمع وانا نلوج وانت توا تقول لي تجيبه وينه؟ مشى الجزار، غاب يمكن نص الساعة، وجاب معاه طفل صغير يمكن عمره 14 سنة ولا قل. هيا ولا يخدم عنده، وحتى العصير ما عادش تخدم فيه مرته في الدار، ولا الطفل يرقد في الحانوت ويعصر هو الليمونادة ويبيع وحده، وهو يجي كان الصباح ياخو منه زوز دبابز للسلطان ويمشي على روحه. والسلطان شيخ على العصير ويشرب ويتبنن، وكي لقاها حتى العصير اللي يعمل فيه الصانع متاعه عجبه، قال: توا هذه فرصتي نولي نبعثه هو للسلطان كل يوم، وكان يلزم نسلم له في الحانوت جملة، ايش بيه طفل يتيم نربح فيه أجر. ومن غدوة بياع العصير توا عاد ما عادش الراعي ولا بياع العصير. كي جاء قدام السلطان قال له: يا سيدي السلطان، راني هاليامات مسافر، عندي عرس قريبيني وباش نمشي نحضره، أما ما تخافش، راهو العصير متاعك باش يجيبوا لك الصانع متاعي كل يوم في نفس الوقت بالضبط. والسلطان ما قال له شيء، وهو فرح وخرج يجري للحانوت. قال للطفل: من اليوم الحانوت راهو ملكك، ولكن ما تنساش كل يوم الصباح تهز للسلطان العصير، رد بالك تنسى. قال له: حاضر عارفي، كون متهني. وهو عدوان تلقاها مشاخذ القضية باهين، وروح لمرته وقال لها: هيا شمر على ذرعانك وعملنا عشاء قمقوم، راني الليلة جاهي، ومن غدوة حضر روحك رايح حياتنا باش تتبدل. ضحكت مرته وقالت له: ايش فما ان شاء الله خير؟ قال لها: لا ما تخافش، ما ثم كان الخير، اي برا ازرب روحك عاد وعملنا عشاء باهي. مشيت المرأة وبدات تتفرس في هاك القضية وهي تغني وفرحانة، وعملت له عشاء متاع ملوك، وباتت في ليلة سعيدة. ومن غدوة على الفجر ما زالت الدنيا ظلام، يتسرسب خونا بياع العصير وخايف ليشوفوا حد، وهو يمشي ويتلفت وفيدو المخلة ومحضر روحه باش يعبيها باللويز. وما هي الدنيا ما زالت ظلام، ضاع في الطريق وما يكون يلقاه البلاصة كان بسلك الروح. ومن بعد مديدة وهو يحوم يشوف في هاك جبل الأخضر اللي لقاه فيه المغارة، يا أخي تبسم وفرح وبدا يغني ويرقص وحده. ومن بعد عطاها على ساقيه لين وصل للثانية الخضرة اللي رعاه فيها قبل، وتذكر النعجات نتاعو، وهو الحقيقة رب عليهم الكبدة، ولكن توا الرزق موجود يشري غيرهم وأكثر منهم زادة. هيا تشعبط في هاك الجبل، ومرة يتيح ومرة يزلق لين وصل للباب المنقوش في الحجر. قعد يحوم لين لقى النقشة اللي لمسها المرة الأولى وتحل الباب. دخل يلقى الغرفة كيما هي مكومة لسقف بالكنوز، وبدأ يغرف ويعبي لين تعبات المخلة. وقال: توا أنا كيما نروح بها توا الدنيا نهار، ما هو كي يشوفني حد، وما هو قلبه على قده المسكين ومرعوب بالخوف. قعد فيك البلاصة لين طاح عليه الليل، ومنها قال: توا عاد النجم الروح. وكل عادة عطاها على ساقيه وهو يغني لين وصل للدار. عرضته مرته في الباب وقلت له: وين كنت يا رجل؟ أي قالها: ابعد من قدامي يا مراه لنجيب لك النعجات. ودخل الدار وهو يغني، والمراه حالة فمها فيه خاطر مش عوايده، وبات في ليلة هو يحلم ويفيق للصباح. هي قاعد نهارين في الدار، ولقى اللي السلطان ما سألش عليه، قال: هذه فرصتي. قال: المدينة كبيرة، لو كان نمشي لبقعة أخرى ولا حمى أخرى ما يعرفني فيها حد، نهز المراه وناخذ دار أخرى ونبدأ حياتي من جديد. وما كانش من العكسين، وهذاك هو اللي صار.
مشى يدور ويحوم في حومة ما يعرف فيها حد. لوج على دار ولقى دار مليحة شراها، وبعد مشى للسوق شرا حانوت وعمرها بالسلعة. والمرة هذه غير الكار ولا يبيع في القماش، وجاب الصناع وكبرت الحانوت. ومن حانوت القماش زاد شرا الحانوت اللي بجنبه وعمرها بالسلعة زادة، ولا تاجر كبير عنده برشا حوانت على ذمته. هيا نهارة الوزير الدور هو والحاشية متاعه في السوق، يشوف في خونا اللي كان يبيع في العصير ناصب كرسي قدام حانوت كبيرة، والصناع متاعه دايرين بيه وهو يؤمر وهما ينفذوه. وكل مرة يجيه واحد يسلم عليه وهو تقول سلطان في زمانه. الوزير تعجب، سأل الحراس اللي معاه قالهم يا أخي مش هدية اللي كان عامل حانوت بجنب القصر واللي كنتوا تشروا منه في العصير؟ قعدوا الحراس يبحلقوا فيه ويثبتوا، ومنها قالوا له والله هو يا سيدي هو بيدو، غير توها ويظهر مهندم شوية. قال لهم الوزير يا أخي منين ليه هالشي هذا الكل؟ يا أخي هذا الكل من فلوس العصير. ومن حين ورجع للقصر وقابل السلطان وقال له يا سيدي اليوم راني ريت غريبة. قال له السلطان اشنو زاده؟ اش فما يا أخي صاير حاجة في البلاد وانا ما في باليش؟ قال له يا سيدي البلاد في خير. قال له آية مالا شنو واش فما؟ قال له تتذكر الرجل اللي كان يبيع في العصير؟ قال له السلطان ما هو اللي مشى للعرس وخلى صانعه. قال له أي يا سيدي راني اليوم شفته في السوق. قاطعه السلطان وقال له يا أخي مش قال راني مسافر؟ قالوا الوزير ما هوش مسافر، شفته اليوم في حالة أخرى، الراجل ولا يملك حوانت والصناع تخدم فيه ولا في خير وخمير. قال له السلطان ومنين ليه يطلع سرقهم؟ قالوا الوزير وشكون يعرف، خاطر اللي شفته قدامي اليوم راجل آخر والظهر لقاه كنز ولا سارقه. نادى السلطان الحراس وقال لهم تمشي وتجيبوه توا. هيا مشاو جابوه وهو يرعش ويقول في نفسه على قد ما هربت وباقي الشر لحقني، ويلوم في روحه يا ليتني خرجت وسافرت من هالبلاد. رماوها الحراس قدام السلطان، خزر له السلطان وهو متغشش وقال له يا أخي مش قلت مسافر وين كنت؟ قالوا يا سيدي راني سافرت ورجعت. قالوا السلطان هاو اليوم شافك الوزير وانتي تملك الحوانت وعامل صناع زادة، ومنين ليك هذا الكل؟ الراجل بكش وما نجمش يتكلم، واش باش يقول عاد ما عنده ما يقول. خزر له السلطان وقال له باش تتكلم ولا نقولهم يفلقوك بطريحة ويخلوك تتكلم بالسيف؟ الراجل ولا يرعش وقال له توا نقول كل شيء يا سيدي غير سامحني برك. وحكى له عاد على النازلة الكل عن مغارة والكنوس. ومن حين السلطان جمع الحاشية متاعه والوزير وهزوا معاهم الراعي ومشاو للمغارة. داخوا في عجب ربي لقوها كنوز ميغني البلاد الكلها. خزر السلطان للراعي وقال له يا كلب الكنوز هذه الكل ومخبيها علينا؟ ومنها قالهم عبيوله في شكارة شوي لويز وسيبه خلي يمشي يروح، لو كان مش منه ما نلقاوش هالخير هذا الكل. وروح خونا الراعي لداره وهو فرحان وشايخ ويغني وكمل حياته هو ومرته في خير وسعادة.